ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الفراخ المشويه او فراخ الشوايه اللي بناكلها بره وريحتها فظيعه وطعمها حلو قوي. تعالوا معايا. معايا بصله وربع، ومعايا قطايه وربع زي ما انتم شايفين كده، واحطهم في الكبه وهضرب الخليط مع بعض، وهنزل بمعلقتين صلصه، معلقتين كبار، وبعد كده هضرب الخليط وبعد كده معايا معلقتين من الزيت زي ما انتم شايفين كده، ومعايا ليمونه كبيره معصوره. اضربي الخليط كويس. معايا التوابل بقى: معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعايا شطه. لو مش عايزه شطه خلاص عادي حط بابريكا. وهضرب كله كده مع بعض. فراخ سهله، مقاديرها سهله، بس طعمها وريحتها حاجه وهم. جربوا وشوفوا. معايا الفراخ كده عامله لها فتحات، ومعايا معلقه صغيره من الثوم. في كل فتحه من الفتحات كده هملاها بالثوم. ده السر اللي بيخلي ريحتها حلوة قوي، طعمها جميل جدا. جربوا وشوفوا. وبعد كده هنزل بالتتبيلة بتاعتي الحلوة دي، وهقلبهم كويس، وهسيبهم ساعة ساعتين براحتك. كل ما هتسيبيها في التتبيلة اكتر لما تبقى طعمها جميل اكتر. بعد كده هحطها على الشبكة كده زي ما انتوا شايفين. لو عندك شواية فحم حطيها على الفحم، لو عندك كهرباء حطيها على الكهرباء. انا حطيتها في الفرن، وبالهنا والشفا. وكل 10 دقايق كده يعني اقلبيها على الوش ده والوش ده عشان تتحمر كلها وتبقى الشكل ده. مستوية وزي الزبدة، طعمها حلو قوي قوي وريحتها جميلة جدا. دلوقتي هشوف السوا بتاعها.